3 أسباب ساهموا إن توت عنخ آمون يكون أشهر ملوك مصر القديمة. السبب الثالث لعنة الفراعنة. طرقع لي بقى ودانك واسمع لي. بالرغم ان الملك توت عنخ آمون توفى وهو شاب صغير لم يكمل 19 سنة من عمره، الا انه يعتبر واحد من اشهر ملوك مصر القديمة، ده اذا ما كانش اشهرهم. طب تفتكر ايه اللي خلى الراجل ده يحصل على كم الشهرة دي رغم انه ملحقش انه يعمل اي انجازات تخلد اسمه في كتاب التاريخ؟ الحدوتة بتبدأ لما جورج ادوارد بيقرر انه يمول مشروع اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وبالفعل استعان بعالم الاثار الانجليزي والمتخصص في علوم المصريات العالم هوارد كارتر، واللي نجح بالفعل في اكتشاف أعظم مقبرة فرعونية تم اكتشافها حتى الآن، وده لعدة أسباب. السبب الأول إن دي المقبرة الأولى والأخيرة اللي تم اكتشافها كاملة بدون ما تنقص قطعة أثرية واحدة. السبب الثاني كم الكنوز اللي وجدت بداخل المقبرة، ذهب وجواهر وعطور وتماثيل، وكان على رأس آلاف القطع الأثرية دي أقيم وأثمن قطعة أثرية بالعالم، القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون. طب تفتكر في وسط كل الكنوز دي مومياء الملك توت عنخ آمون كانت فين؟ المومياء كانت موجودة بداخل 3 توابيت جوه بعض. التابوت الأول كان تابوت حجري عادي، فتحوه لقوا جواه تابوت تاني، فتحوا التابوت التاني لقوا جواه تابوت تالت من الذهب بترقد بداخله مومياء الملك توت عنخ آمون. السبب التالت في شهرة الملك توت عنخ آمون لعنة الفراعنة. طرقع لي بقى ودانك تاني واسمع لي. بص يا سيدي، بعد ما جورج ادوارد وهوارد كارتر قدروا انهم يوصلوا لاكتشاف عظيم زي ده عمره 33 قرن، قرروا انهم يحددوا يوم معين يعملوا فيه افتتاح للمقبرة ويوروها للعالم كله، واليوم ده كان في نوفمبر 1922. دعا كارتر الناس والعلماء من كل انحاء العالم علشان يحضروا افتتاح المقبرة، ولكن في اليوم ده حصل حاجة في منتهى الغرابة، وهو ان جورج ادوارد ممول المشروع اتلدغ من بعوضة وحصل له بعدها تسمم بالدم وتوفى. مش بس كده، دكتور محمد زكريا اللي كان مشارك في المشروع جاله مرض غريب جدا ومات هو كمان، بالاضافه ان كل العمال اللي دخلوا المقبره للمره الاولى جالهم امراض صدريه وحمى غريبه وماتوا كلهم فجاه بدون سابق انذار. وفي نفس اليوم الكهرباء قطعت في القاهره كلها. ومش محتاج اقولك ان الناس والصحافة بدأوا انهم يربطوا اللي حصل ده بالمقبرة وان دي اكيد لعنة، ولكن بغض النظر عن حقيقة لعنة الفراعنة من عدمها، اللي حصل ده تسبب في انتشار مصطلح لعنة الفراعنة لدرجة انه انكتب عنها روايات وقصص وافلام ومسلسلات كاملة كمان، وبالفعل ده تسبب في شهرة اوسع واكبر للملك توت عنخ آمون اللي كان على حس مقبرته يتم ذكر لفظ لعنة الفراعنة للمرة الاولى. بس كده، ما تنساش اللايك والفولو وسيب كومنت برايك، وما تنساش مسا على ودانك. كان معاك احمد صقر، سلام.